قصة ومعنى. لما مات الملك والنجار فضل في القلوب من قديم الزمان، والناس دايماً بتفتكر اللي ريحهم وتنسى اللي تعبوا عليهم. كان في راجل نجار فقير، بس كل يوم بيبني راحة لحد غيره. ما باعش كتير، لكن كل كرسي كان دعوة. وفي نفس البلد كان في مالك ساكن في قصر محدش قدر يوصله ولا حتى بدعوة خير. واحد عاش بسيط وفضل في القلب، والتاني عاش كبير وراح في النسيان. من زمان، في حارة هادية وسط الناس الطيبين، كان في راجل اسمه سالم، نجار بسيط فقير لكن روحه غنية. يصحى بدري يصنع كراسي بإيده ويحطهم قدام ورشته علشان الناس ترتاح. ما باعش كرسي، لكنه كسب قلوب. أما مالك الحاكم فكان عنده كل حاجة، قصر، عرش من ذهب وخدم، لكن مفيش حد حواليه، لا ضحكة ولا دعوة ولا حتى عين بالطبطب. كان غني لكن فقير في العشرة. وفي يوم الاثنين ماتوا. جنازة مالك ذهب وحراس وسكوت، وجنازة سالم تراب وناس تبكي من قلبها. واحد دفنوه لوحده، والثاني دفنته بلد كاملة. بعدها بكام يوم جه راجل غريب وسأل الناس: مين مالك؟ الكل بص لبعض وسكت، وبعدين قال: وسالم. الدموع نزلت والابتسامة رجعت، ولسه الكرسي اللي عمله سالم واقف قدام الورشة، بيقعد عليه تعبان ويرتاح. كل مسمار فيه بيحكي عن راحة، وكل اللي قعد عليه دعاله من قلبه من غير ما يشوفه. وفي نهاية قصتنا، في ناس بتسيب ذهب، وفي ناس بتسيب أثر لا ينسى. اللي عنده كل حاجة وما عندوش قلب، واللي ما كانش عنده حاجة لكن قلبه كان كله حب. صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ودمتم بخير وحكايات فيها معنى.